سائلة تسأل تقول: توفيت والدتي رحمها الله أثناء ولادتها بي، والآن عمري 15 عاما، وربتني خالتي ولكنها لم ترضعني ولها أبناء كبار الآن، هل هم محارم لي أو أحتجب عنهم؟ أنا أنصح دائما مثل هؤلاء أن يرضعوا، يسوون الرضاع، لأن المرأة هذه بتعيش معهم في البيت، ولو فرضنا تزوجت وطلزت رجعت عند عيال خالتها اللي يعتبرون إخوانها، يعني هي مسكينة الآن في حاجة ماسة لهم، فلو حتى أرضعوها وهي كبيرة، لأن الحاجة اللي وجدت عند سالم مولى أبي حذيفة هي موجودة في هذا البيت، ولذلك رضاع الكبير في مثل هذه الحاجة جائز. هذا قياس. وأنا أفتيت أفتأت بهذه الفتوى لمجهولي الأبوين. ثم الآن يا إخواني الرضاع الآن ما عاد صار فيه مشكلة. صحيح. الآن تأخذ بر وترضع. صحيح. يعني بإمكانها، ولو كانت عجوز على ما يقولون تمضغ الماء، أن تأخذ بر وترضع، أو تعطي بنتها أبر وترضعها وتصير هي جدته. فالآن المتيسر الحمد لله مثل هذا متيسر، وأنا أجيز هذا لذوي الظروف الخاصة. هؤلاء أصحاب ظروف خاصة يحتاجون إلى من يساعدهم في مثل هذا. ومع هذا الآن هي كم قالت عمرها الحين؟ هي 15. هي 15. أشوف الآن لو حتى أخذوا لها رضاعة وخلاها تدخل معهم في الأسرة وتصبح بنتهم، ورضعت 5 رضعات من إحدى النساء عندهم، صارت أما يصيرون إخوانها ولا يصيرون أخوالها من المحارم. من المحارم، هذا شيء جيد.